السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصايب واحد الحلوه كتبيض الجسم. غادي نخليكم ان شاء الله تكتشفوا معايا المكونات بالنسبه لهاد الحلوه ولا هاد الماسك. راه اكثر من رائع، تبييض، تفتيح، كيرطب واحد النعومه. اهم حاجه ريحه رائعه، وكما قلت لكم كيبيض حتى بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه في البشره ديالهم، يعني كينوض لهم الحبوب من مردوش. راه هذه راها رائعه. اكيد ان شاء الله غادي تكتشفوا المكونات وغتعرفوني علاش كنهضر. نمشيو لاول حاجه. عندي هنا زلافه ديال السكر سنيده. انا كنتمنى اللي جربت هذه الوصفه ولا اللي جربت هذا الماسك ولا اللي جربت هذه الحلوه ترجعوا تخلي لي في التعليق، وما تنساونيش بواحد اللايك، وما تنساونيش بلي زابوني. بالحق لا عجبتكم القناه ديالي، واكيد ان شاء الله دائما نتقاسم معكم الجديد. صافي هنا خديت زلافه ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده من الافضل السنيده تكون رقيقه. راه كاينه سنيده اللي كتكون غليظه، يعني كتكون هذا كتكون حرشه بزاف، وكاينه هذه الرقيقه. بالنسبه لهذه الرقيقه شويه رطبه وحتى على البشره مزيانه، يعني ما كتجرحهاش. صافي هنا خديت زلافه كما كتشوفوا ديال السكر سنيده. بالنسبه لهذا الماسك هذا ولا هذه الحلوه الصراحه راه غادي تبقى معتمده عندكم. كما قلت لكم واحد التبييض اكتشفت فيها، يعني كترطب، كتعطيك واحد الريحه اللي هي طيبه، ريحه البشره. يعني فيما كتدوري كتشمي هذيك الريحه ورا الدوش. عرفتي اش نقول لكم البنات؟ راه ملي غتجربوها وغادي تحكموا كما قلت لكم. المكون الثاني اللي غادي نزيدو اللي هو النشا اولا مايزينا. انا كناخذ هذه الماركه هذه، ما تاخذوش ديال العبار. بالنسبه لهذه ديال الكرتونه الصراحه من الاحسن. كتكونوا تايقين وكتعرفوا راسكم شنو خديتو، واش خديتو النشا ولا خديتو غير نشا مزوره. كما كتعرفوا راه كاع داكشي ديال العبار اللي كتشريوهم جاهز راه كيكون مخلط. صافي هنا خدينا زلافه ديال نشا الذره. بالنسبه للنشا الصراحه واحد التبييض، واحد التفتيح والرطوبه، وحتى بالنسبه للاخوات اللي عندهم لاطراس ديال الحبوب في الظهر ديالهم، يعني عندهم هذوك البقع الداكنه. السبب ديالها هو الحبوب. الصراحه راه ما كيخليش لاطراس وما كيخليش هذوك البقع، وكيوحد لك اللون البشره. يعني النشا زوين بزاف في التبييض، وراكم عارفين كيتماشى مع بزاف ديال الوصفات، لا بالنسبه للوجه لا بالنسبه للجسم حتى للشعر. الصراحه راه غني عن التعريف بالنسبه للنشا. صافي هنا غادي ناخذوا اي نوع ديال الزيت، ماشي ضروري هذا الزيت اللي غادي نتقاسم معكم دابا. تقدروا ديروا نتوما اي زيت اللي غادي نذكر لكم دابا. تقدروا ديروا زيت انا المهم غندير هنايا زيت اللوز الحلو. تقدروا نتوما ديروا زيت المشمش، يعني زيت المشماش. تقدروا ديروا زيت لافوكا. تقدروا ديروا زيت الزعفران الحر، يعني الزعفران شعره. يعني عندكم الاختيار. تقدروا ديروا حتى زيت السمسم، زيت الجلجلان. هنا انا خديت زيت اللوز الحلو. الا كان عندكم توفر ديروا 2 معالق حتى 3 المعالق. اللي عندها البشره ديالها ناشفه بزاف وعندها حساسيه من مرض الدوش، كاينوض لها دوك الحبيبات الرقاق، دير حتى 4 ديال المعالق كبار ولا 5. بالنسبه للزيت يعني لكم الاختيار، ديروا حتى 5 المعالق ما كاينش مشكل. يعني 5 المعالق يكونوا كبار، غير ما تكثروش باش ما تجيش عاوتاني الوصفه دهنيه بزاف. صافي هنا درت انايا القياس ديالي. دابا غنزيد زيت ارغان، وتقدروا ديروا حتى زيت الكركاع. بالنسبه لزيت الكركاع الصراحه راه رائع بالنسبه للتبييض، بالنسبه كيعطيك واحد الرطوبه للجسم ديالك، كيعطيك واحد اللمعه. كما قلت لكم بالنسبه لهذه الوصفه راها اكثر من رائعه. انا جربتها وتبعتها وعطاتني واحد التغيير اللي هو كبير في الجسم ديالي، وكانت عندي حساسيه من مرض الدوش. ملي كندوش كينوضوا لي هذوك الحبيبات الرقاق وكيحرش لي اللحم ديالي. والله العظيم لا هذه الوصفه هذه كما قلت لكم راها زوينه بزاف وكتعطيك واحد النعومه. صافي هنايا كنبداو ضروري نخلطوا هذوك الزيوت مع هذاك النشا وهذاك السكر، يعني كنبسوهم بحال هكا حتى ندخلوا فيهم هذوك الزيوت اللي زدنا. كما قلت لكم الزيوت لكم الاختيار. تقدروا ديروا اي نوع ديال الزيت كترتاحوا فيه تقدروا ديروه. غير بالنسبه للزيوت اللي ريحتهم ماشي زوينه من الافضل ما ديروهاش. بالنسبه لزيت ارغان راه كيفتح البشره وكيعطيك واحد التبييض. هذاك الشيء علاش درتو. كما قلت لكم لكم الاختيار. تقدروا ديروا اي نوع نتوما كترتاحوا ليه، الا هذوك الزيوت اللي كيكونوا مجهدين وقاصحين وفيهم ريحه ماشي مزيانه تقدروا تستغناو عليهم. تقدروا ديروا حتى زيت الخزامه حتى هو زوين كيعطي ريحه طيبه، حتى هو كيبيض. صافي هنايا غادي نبقاو على هذه الطريقه هذه. ضروري ديروا هذا الشيء اللي تنوريكم وتمشيو مع الوصفه بالطريقه اللي تقاسمت معكم انا باش تنجح معكم، وفعلا غتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه. اهم مكون في هذه الوصفه اللي هو الكوك. بالنسبه للكوك راه رائع
واحد التبييض، واحد النعومه، واحد الترطيب. الصراحه راه غزال بزاف، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم دهنيه راه تقدروا ديروا، حتى الاطفال بالنسبه حتى الاطفال 5 سنين 6 سنين وانتم طالعين تقدروا ديروا لهم هذه الوصفه، ما كاين حتى شي مشكل. حتى الاطفال حتى يكون عندهم عام تقدروا ديروا هاد اليوم هاد الوصفه، راه كتعطيهم واحد التبييض واحد النضاره. الصراحه ما عندكم مناش تخافوا، والمكونات راه هي طبيعيه يعني ما فيها حتى شي ضرر. بالنسبة لجوز الهند من الأفضل خذوا هذاك الدهني. كتمشيو عند الناس اللي مختصين في اللوازم ديال الحلويات، قول لي عافاك عطيني جوز الهند اللي فيه الدهنيات، يعني اللي كيكون باقي عامر بهذاك الزيوت ديالو. ما تاخذوش هذاك الناشف، راه كيكون قل من هذاك الدهني بالثمن. من الأفضل خذوا شي حاجة اللي هي زوينة وغتستافدوا من الفيتامينات اللي فيه. بالنسبة لجوز الهند راه واحد الرطوبة كيعطيك واحد اللمعة، كيبيض يعني كيعطيك حتى واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف، كتحسي براسك فعلا نقيه من مور الدوش، خصوصا الناس اللي كيعرقوا بالزربه يعني دغيا كيشموا ريحه العرق فيهم. الصراحه راه من هذه الوصفه هذه غتغنيكم على الصابون اللي كديروا، يعني تحيدوا كاع هذوك الصابون اللي كتستعملوا غتحيدوه، يعني ما تبقاوش تستعملوه. وحتى بالنسبه للناس اللي كيستعملوا جيل دوش، راه اي جيل دوش تقدري ديريه. انا غندير هذا النوع هذا، راه كاين اللي كتقول لك انا كنستعمل الجيل دوش وكيحرش ليا البشره، يعني كينشفها، ما كتبقاش فيها هذيك اللمعه، والبشره ديالك كتولي ناشفه وكتولي حساسه. من الافضل الا كان كنتي يعني دائما كتغسلي بجيل دوش من مور الغسيل، يعني ملي كتبغي تشلي، من الافضل ديري ليها الطريقه. انا هنايا خديت القياس ديالي تقريبا، هنا خديت شي 3 المعالق كبار ديال اي نوع ديال جيل دوش كما قلت لكم اللي كتستعملوا نتوما، ماشي ضروري تكون هذه الماركه. انا خديت هذا ديال الفاني، كتعجبني ريحه الفاني، وتواتات مع الكوك ومع المايزينا ومع السكر سنيده. تقدروا ديروا ديال الفريز، تقدروا ديروا ديال المسك، يعني نتوما لكم الاختيار. تقدروا ديروا اي نوع ديال المشماش، اي ريحه كتعجبكم تقدروا ديروها، يعني لكم الاختيار. هنا صافي غادي نبدا نخلط بهذه الطريقه كما قلت لكم، راها حلوه التبييض، راه فعلا راها حلوه، يعني راه ما كذبتش عليكم. علاش قلت لكم هذه الحلوه هذه راه فعلا فيها كاع المكونات كامله اللي كنستعملوا في الحلويات، وكما قلت لكم كتعطيكم واحد البياض، واحد الترطيب. اكيد ان شاء الله اللي غادي تجربها غترجع وتخلي لي في التعاليق كيفاش جاتها الوصفه. وتقدروا ديروها حتى للبنيتات، حتى البنيتات اللي كيعرقوا دغيا، البنيتات اللي بغاو يحافظوا على البشره ديالهم، يعني يحافظوا على ديك اللمعه، يحافظوا على ديك الرطوبه، تقدر ديريها لبنتك ولا توريها الطريقه وهي تخلطها راسها، تعتمد على راسها، باش دائما تكون مهليه في الجسم ديالها، مهليه في البشره ديالها. هنايا راني هذاك الشيء اللي بقى لي في يديا دوزتو على يدي بهذه الطريقه هذه. المهم دوزتو على يديا، ما وريتكمش هذا، وخليتها واحد 3 ديال الدقائق علاش غيضيع هذاك الشيء وصافي. ورجعت باش نكمل معكم. بالنسبه للماسك كتخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيرتاح، كيطلق هذاك الكوك ديالو، كيطلقوا هذوك الزويت مع بعضياتهم، كتطلق هذيك السنيده صافي. عاد كتقدروا ديروا في اي قرعه، اي قرعه ولا اي بواطه بقات لكم من اي كريم كنتو كتستعملوا، بقاو تحتفظوا بهم، راه كيليقوا في هاد الوصفات. صافي هنايا غادي ناخذ هاد الماسك ديالي، صافي هنا دازت 10 ديال الدقائق غادي نحتفظوا بالماسك. حاجه وحده اللي بغيت نوصيكم بالنسبه لهذا الماسك هذا ملي تبغيو ديروه، انا سميتو ماسك، سميتو صابون، سميتو ترطيب، يعني سميتو تبييض. كما قلت لكم راها حلوه، راه ملي كديروها واحد الريحه اللي هي زوينه، خصوصا الا درتو جيل دوش ديال الفراوله اولا ديال الفريز، راه كيعطيكم واحد الريحه اللي هي رائعه. حتى ديال المسك، حتى هذا ديال الفاني، يعني نتوما لكم الاختيار، كل واحد الذوق ديالو، كل واحد في من يعني اي ريحه كيرتاح فيها يقدر يديرها. حاجه وحده اللي بغيت نوصيكم، ما تخليوش هذه البواطه عريانه ملي تبغيو دوشو، باش ما يتقاسش بالماء، باش ما يفسدش لكم هذا الماسك هذا، باش يبقى محافظ على هذاك المهم باش ما يفسدش. هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي هنايا كنبقى محتفظين به، اما في الثلاجه اولا غير في الدوش، غير ما يتقاش بالماء. مازال كنذكركم الا بغيتوا طريقه اخرى ان شاء الله ديال الوجه اكيد غنقسمها معكم، واللي بغات دير هاد الطريقه هذه ديرها ديال الوجه. صافي كتختار اي صابون كتغسل به، تحيد جيل دوش ودير في بلاصتو الصابون، اي صابون كتستعملي. الا كان البشره ديالك ناشفه وكانت البشره ديالك فيها بقع سوداء وما كتحيدش وفيها النمش، راه اي صابون كتستعملي غادي تشديه وغادي تحكيه وغادي تذوبيه وغادي تزيدي على دوك المكونات اللي ذكرت لكم في الاول، يعني غتحيدي غير داك جيل دوش وغتستعملي الصابون ديال الوجه. بالنسبه لهاد الوصفه راه كتبقى عندكم يعني واحد المده اللي هي طويله، راه ما كتفسدش الا قصتوها بالماء.
مازال كنذكر لكم لا تقاس بالماء اكيد راه غتفسد. شوفوا الكيفيه ديال الكريم الصراحه، شوفوا كيفاش ولا عقد، ولا واحد الكريم اللي هو رائع. واحد الصابون اللي هو فعلا كتحسي بواحد الصابون اللي هو طبيعي، يعني كديري شي حاجه في الدار، يعني شي حاجه اللي هي زوينه وكتعرفي راسك شنو كتستعملي الجسم ديالك. ما تنسوش ليا الا عجبكم من طبيعه الحال هذا الفيديو وعجبتكم القناه ديالي تابوناو وخليو لي واحد اللايك وخليو لي واحد التعليق اللي يكون محفز باش دائما نعطيكم الجديد. وكاين بزاف 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 ان شاء الله ما يتقاسم، وكاين بزاف ما يتقال في هذا المجال ديال التجميل وحتى في الوصفات ان شاء الله اكيد نتقاسم معكم. نتمنى ان شاء الله هذا لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ليا البارطاج، والى الفيديو القادم ان شاء الله، ودائما الجديد. مع السلامه.